البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ اموركم صحيحه؟ اش كتعاودوا؟ اليوم انا في المطار غاديه مسافره، كاينه واحد الرحله وغادي نصورها معكم بالتفاصيل. درتها انا وسنه، رحله هكا خفيفه وغنوريكم فين مشينا، وتبعوا الفيديوهات باش تعرفوا الرحله كيفاش دازت، وتكون ان شاء الله فيديو ممتع، ونتلاقاو اكيد في اخر الفيديو. البنات هنا وصلنا لبودروم، مشينا لتركيا، درنا اسبوع في بودروم. وهذه السويت اللي شدينا في لوطيل. صراحه لوطيل بزاف زوين، والثمن ديالو مناسب بزاف، وتيطلع للبحر، الاطلاله ديالو بزاف زوينه. هذه هي الشومبرا، صراحه نقيه واستمتعنا فيها، دوزنا واحد الاسبوع بزاف زوين ومريح. ما قدرش نصور الوصول ديالنا على حقيقتاش خلاص ارتبكنا وكان بزاف تاع الاجراءات، فما قدرناش نصور الوصول. صورت لكم خلاص البيت اللي خدينا، السويت اللي خدينا. هذا الحمام نقي مودرن ومتوفر فيه كل شيء، الماء سخون، كل شيء داكشي اللي كيكون في الاوتيلات الفخمه كاين في هذا الاوتيل هذا، وثمن ديالو بزاف مناسب وزوين. لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم الثاني لينا في تركيا في بودروم، خارجين عاوتاني باش نعاودو نشوفوا شنو كاين. البارح خرجنا لقينا كلشي ساد حجات مع الحد، اليوم الثاني لينا نخرج. البنات كنت كنهضر وضحكاتني سنه ما خلاتنيش نكمل الهضره. المهم غنحاول نصور لكم فين ما مشينا اليوم، ونتلاقاو اكيد في فيديو واحد اخر. البنات دايزه وانا يبان ليا هاد لابوبيل هادي، شوفوا كيفاش حاطينها وحاطين الديكور ديالها بزاف زوين صراحه، سابقيننا. هذا هو الشارع الرئيسي ديال هاد المدينه اللي مشيت ليها، هو كبير يعني من الراس حتى للراس. هنا سميتو مارينا، غاديه كلها هي هكا على الشط، حتى القلعه ديالها كاينه على الشط. المهم المنظر بزاف زوين، الجو بزاف زوين. هنايا كتبقاي غاديه هكا على الشط حتى كتلقاي واحد المول هكا حتى هو محلول على الشط، والمنظر زوين رائع صراحه. يعني في الصيف كتكون احسن بكثير من هذا من الشتوى، ولكن زوينه يعني تستحق الزياره. بودروم من اشهر المدن التركيه، وكيسميوها مدينه المشاهير لانها غاليه وفيها لي مارك، والمنظر ديالها ساحلي وزوين، داكشي باش كيسميوها مدينه المشاهير. المهم نخليكم مع الفيديو حتى تشوفوا شنو صورت.
هنا حنا في البازار. هذا البازار دخلنا باش ناخذوا منه هكا لي سوفونير تاع المدينه اللي مشينا ليها، ولي كادو هكا نديوهم لحبابنا. اثمنه بزاف مناسبه واشياء اللي زوينه، بحال اي مدينه سياحيه كيكون فيها بازار كتقدري تاخدي منه هكا شي تذكار زوين صراحه. عندهم هذاك الشيء واثمنه ديالو مناسبه بزاف. كيف ما شفتوا كيبيعوا بزاف ديال الاشياء، ومع المدينه ساحليه كيبيعوا فيها بزاف داكشي تاع البحر. هنا جينا حدا الشط باش نتغداو، خلاص كنا عيينا من الدوران وجينا جلسنا هكا حدا البحر باش نتغداو وناكلو ونستمتعوا بالبحر الجو ديالو. واخا كتشوفوا هكا الريح راه ما كانش البردانات، كان الجو دافي وكاين غير الريح ديال البحر، اما الجو كان دافي بزاف وزوين. وهذه هي البلاصه اللي جلسنا تغدينا فيها. خدينا هنا الكفته كيف ما شفتوا، خديت الشوربه ديال العدس اللي مشهوره تركيا بالشوربه العدس، واكيد سنه يعني سنه الحوت الا قلتو سنه قلتو الحوت. وهذا الطبيسيل لوليدها هكا وخلاص، يعني غديوه خفيفه وسريعه. وتغدينا وعجبنا صراحه المذاق زوين زوين بزاف، داكشي لذيذ مذاق مختلف. وخلاص من بعد ما كملنا دزنا لداك المول اللي قلت لكم كيطل على البحر. دخلنا لهداك المول جلسنا فيه انا وسناء باش نتسرحوا شويه ونشوفوا شنو كاين عندهم، ويلعب شويه وليدها. وخدينا هكا ميلك شيك ونختموا به الامسيه. وحنا غاديين في طريقنا شفنا هذا المحل ديال الحلويات، صراحه عندهم اشياء جميله ولذيذه بزاف وماشي سكري. خدينا عندهم هكا كل وحده فينا شنو تشهات والباص ومشينا فحالنا للدار. وحنا جينا لهداك السويت ديالنا، صاوبنا الشاي ديالنا وحطينا داكشي اللي جبنا باش نستمتعوا به. ونشوفكم في الفلوق رقم 2.